عليكم ورحمة الله وبركاته. وهو على كل شيء قدير. اقرأها على قلبك كل يوم، ثم تيقن أن جميع أحلامك ليس عسيرة على الله. أهلا وسهلا بكم بقناة خطوة خطوة، وأبقوا معنا لكل جديد. لازم واحد دائما يفكر أنه يكون الأفضل ويوصل إلى مراتب أفضل وأعلى، ويحقق كل أحلامه بالمثابرة والاجتهاد والصبر والتوكل على الله، وعدم التوقف ومواصلة الصبر والمحاولة، وخطوة خطوة راح توصلون إلى أحلامكم بإذن الله تعالى. اليوم لنا وقفة مع دعاء السفر الذي كان يقوله رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يعزم على السفر إلى بلاد أخرى. ابقوا معنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. اليوم راح نتحدث عن الإقامة السياحية في تركيا وكيفية الحصول على هاي الإقامة. الحصول على الإقامة السياحية في تركيا هي شرط أساسي للراغبين بالإقامة في تركيا، حيث أن أغلب المعاملات في تركيا تحتاج إلى إقامة، على سبيل المثال لتأجير الشقة مثلا وتحويل عقود الماء والكهرباء بالاسم الشخصي. يجب أن يكون لدينا هذه الإقامة. فوائد الإقامة السياحية: أولا، الدخول والخروج من تركيا دون الحصول على فيزا أو بدون دفع غرامة أو مخالفة. ثانيا، إمكانية التواجد والبقاء في تركيا إلى مدة انتهاء الإقامة السياحية. ثالثا، الحصول على رقم هوية لأنها مطلوبة في الكثير من المعاملات الداخلية اللي هي الهوية الكملك اللي نبي الكملك السياحي. رابعا، شرط أساسي من شروط إقامة العمل لمن يريد إقامة عمل الحصول على إقامة سياحية، يعني لازم عنده إقامة سياحية حتى يقدر يقدم على إقامة العمل. خامسا، نستطيع من خلال هاي الإقامة السياحية فتح حساب مصرفي في جميع البنوك التركية والعالمية. سادسا، تسهيل حركة التجار ورجال الأعمال ويقدرون يأسسون شركات أو أي عمل خاص لهم. سابعا، تسهيل فاتورة الكهرباء والغاز والمياه باسمك والحصول على خدمات الإنترنت. ثامنا، تساعد على التملك العقاري أو شراء السيارة أو عمل رخصة قيادة تركية. تاسعا، يسهل
تسهيل تسجيل الأولاد في الجامعات والمدارس التركية. طبعا هذا شيء ضروري ومهم. من خلال هاي المعلومات كلها يعني الإقامة السياحية وبكل وضوح هي شنو هي يعني يكون الشخص مقيم في تركيا بشكل رسمي لمدة سنة وقابلة للتجديد، وإلنا الحق في الدخول والخروج من تركيا إلى أي عدد من المرات. يعني مثل نريد نسافر لبلدنا، إلنا الحق إلى أي عدد من المرات ومن غير ما نحتاج إلى تأشيرة تصريح أمني، يعني ذلك لوجود الكملك الهوية. لكن لو خرجنا من تركيا أكثر من 4 أشهر فعندها يتم سحب الإقامة من عندنا ونضطر أن ندخل بتأشيرة سفر جديدة وإعادة الإقامة مرة أخرى. والأفضل اللي يريد أن يخرج من تركيا ويروح البلد المضطر يعني يخرج أن ما تزيد المدة مالته أكثر من 3 أشهر إلى 3.5، يعني لا يخليها تتعدى 4 أشهر لأنه راح يضطر يعيد الإقامة. وانتظرونا في حلقة جديدة من قناة خطوة خطوة في مناقشة موضوع كيف لي أن أقدم على الإقامة السياحية. ولكم منا جزيل الشكر على متابعة قناة خطوة خطوة، ومن الله التوفيق، ونلتقي في حلقة جديدة بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.